اقرأ ثم أجب. النحلة حشرة مفيدة. والله مفيدة. تصنع النحلة العسل من رحيق الأزهار وتقف فوق الأشجار. هذه حياة النحلة الممتعة. والله مرتاح، مش ولا طبخ ولا عيال ولا بتاع. كتاب حياتي يا عيني. مش كبرنا احنا قوي على الحاجات دي ولا ايه؟ صباح الخير يا توته. صباح النور. سيبني في حالي، انا مصدومه من الاسئله اللي صباح النور. اول يوم دراسي في مدرسه سفره، مبدئيا انت كنتي طفله شاطره ولا كنتي بتاخدي كحكه؟ هو اكيد طبعا ولادي الاعزاء هيتفرجوا على الفيديو، فكنت من الاوائل. فيش كحك اكيد، بس هيبقى فيه هنا كحك وقرص وكل حاجه. يوم في مرحله من مراحلك الدراسيه عمرك ما تنسيه. كنا بنيجي غداوه، ومفروض ان اي فصل هيعمل شويه سندوتشات ومش عارفه ايه، فاتفقت انا كنت البيج بوست، يعني كنت رئيسه العصابه، ان احنا نعمل مكرونه بشاميل، فراخ محشيه وكفته، وكان في حد جايب طرب كمان، ويوميها جالنا استدعاء ولي امر. طب دلوقتي احنا نعرف انك كنتي تلميذه طالعه الف على الفصل ولا عندك كحكه جاهزه؟ متخوفه. في 3 مواد قدامك، تاريخ وعلوم وعربي، اختاري حاجه وجاوبي على الاسئله اللي جوه. ماشي، خلينا اعرف. السؤال او القعده دي فات عليها كتير قوي. اعرف المصطلحات التاليه مع ذكر مثال لكل منهم. ترادف ده حاجه عكس حاجه ولا غلط؟ ما شاء الله، اول كحكه كبيره. استنى. مرادف، مش كانت مرادف دي على ايامنا كده ولا ايه؟ مجاز، مفيش برضه استعاره مش المكنيه. نجاوب على المرادف الاول؟ المرادف ده اللي هو مرادف دي معنى. ايوه انتوا بس عشان اللجنه، جو اللجنه مش مريح. يعني مرادف دي معنى الكلمه. صح. اللي بعد المجاز، مش هتلموا الورق معايا مساحه مفتوحه، ناسيه برضه وكانه. ده انا مش هتبقى كحك، ده هتبقى قرص. الاستعاره المكنيه دي وكانها بقى، مش وكانه. طب احنا ممكن نتغاضى عن السؤال ده. الاستعاره المكنيه دي اللي هي التشبيه. اقرأ ثم أجب. النحلة حشرة مفيدة. والله مفيدة. تصنع النحلة العسل من رحيق الأزهار وتقف فوق الأشجار. هذه حياة النحلة الممتعة. والله مرتاح، مش ولا طبخ ولا عيال ولا بتاع. كلمة مفيدة في القطعة فعل، اسم فعل ولا اسم؟ يا فضحتي والله، صورتي بتتهز قدام الاجيال كلها. مفيده دي اسم، مفيده بتفيد تبقى فعل، مش لا برضو. ماشي، مشوها كده. النحل حشر مفيده، جمله اسميه ولا اسميه؟ عشان بتبدا باسم. صح. ايوه، مش عايزه اغششكم. تصنع العسل. العسل فاعل، لا مفعول به هو اللي اتفعل. صح. يا اختي عليا. لماذا النحله حشره مفيده؟ لماذا استفهام بيحاول يفهم هي النحله مفيده ليه. السؤال الثاني، ما جمع الكلمات التاليه؟ امبراطور، امبراطوريات، امبراطوريين، لا برضه. ايه ده؟ ناقص لبخه في الكلام. ايه ده؟ اباطره. كنت عارفه على فكره وسايباك انت تقول. اباطره، ايوه صح. نعناع، نعنيع، مش نعنيع. هو نعناع ده ليه جمع اصلا؟ ليه جمع؟ ليه؟ طب غششني وانا هعمل لك طاجن بامبي. نعناع، يعني الراجل عايز حزم نعناع. ايه دي بقى؟ جبين، اجبنه. لا دي اجبنه، دي جمع جبنه. غششوني، انت غلبان. انت قول اجبن. فرقت التشكيل يعني. ماشي. استنى، في اخطبوط، هو جمع اصلا. اخطباطيط، لا اخطبوط، اخاطيب. السؤال الثالث، ما هو اصل الكلمات التاليه؟ استاذ، مش عارفه، شكلي وحش قوي يا شماتة ابلطازه فيا والله. فارسي، ايه ده الاجابه؟ والله لو قعدت هنا لبكره الصبح ما كنت هعرفها. ابله، تركي. السؤال الرابع، حول المثلين التاليين من العاميه المصريه للغه العربيه الفصحى. من جوه وبره فرشت لك وانت مايل ايه عدلك. لقد فرشت لك الارض داخليا وخارجيا وانت لا يوجد منك امل. كل وبحلق عينيك اكله واتحسبت عليك. انا اول مره اعرف المثل ده اصلا. كل وحملك عيناك اكله لقد تم حسابها عليك. الخنفسه شافت ولاد، ده عارفه المثل ده بقوله لعيالي على طول. الخنفسه شافت ولادها على الحيط قالت لولي ملضوم بخيط. الخنفساء رأت اولادها على الجدران فقالت لؤلؤ متصل بخيط. حلو. خلصت الامتحان؟ واكيد كحكه ايه ده؟ احنا هنسيبك تدي الدرجه لنفسك. تدي لنفسك الفه ولا بكحكه؟ لا كحكه بصراحه عشان ما بقاش ضلاليه يعني. ده كحكه قد كده اهو. طب توته تقولي لكل الناس ايه بمناسبه باك تو سكول؟ كتاب حياتي يا عيني. بصوا، لازم ندخل عندنا كده ثقه وامل، وعندنا يعني طاقه ايجابيه. ليه؟ هقول لكم ليه بصراحه بقى. الولاد بتاخد مننا اللي احنا بنصدره. يعني في امهات كده بتبقى داخله الدراسه ومتضايقه ومتعصبه وشايفه ان في حمل كبير. لما الولاد تشوف ده هيعود عليهم. فاحنا ندخل ونستعين بالله ونقول ان شاء الله يبقى ترم سعيد وعام سعيد عليهم. الام اكتر حد بيبقى تعبان في الدراسه، بس بجد والله لو دخلتوا كده كلكم امل وعندكم ثقه ان انتوا ان شاء الله هتعدوا الترم ده على خير، الترم هيمشي زي الفل. توته شكرا. مروح. خلاص الجرس ضرب ولا اعرفكم والله. سلام عليكم.